عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده خبرنا بيتكلم عن سفيرة الجزائر فايزة، وهي بتقدم اوراق اعتمادها لرئيس جمهورية الشيلي وهي لابسة الكراكو الجزائري. وطبعا لقيت اعجاب كتير جدا، ودايما الجزائريين زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا بيحبوا جدا 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 ان هم يحافظوا على اصولهم وتراثهم الجزائري. وفي اي منصب مهم، اي مناسبة مهمة، اي حاجة كده تحسي بيها بالفخامة، لازم يلبسوا اللباس التقليدي الجزائري ويعرفوا بيه كل الناس. وده اللي لقى اعجاب ناس كتير جدا من اللي كانوا موجودين، ولبسها اللي يعني فريد من نوعه، اللي بيدل على الاصالة والعراقة، ويحسك كده بالفخامة وانك انت جاي من عصر الملوك. فعلا كل اللباس التقليدي الجزائري بتحسي فيه بالفخامه. وانا دايما لما بشوفهم بجد، هو اكتر مسلسل كنت بحبه وبتفرج عليه من فتره طويله هو حريم السلطان. فهم دايما اللباس التقليدي الجزائري بيحسسني بكده بالفخامه والرقي كده، يعني ما شاء الله دائما وابدا في التقدم والازدهار، ودايما يلفتوا الانظار بالتراث الجميل بتاعهم. حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.